عايز المفاجأة الأولى ولا الثانية؟ هنطلع الاثنين مع بعض. 1 2 امسك ايدك جوه كده. 1 2 بس شيل ايدك. قوموا اعملوا المفاجأة. غمض فين؟ عينك. 1 غمض عينك 2 بجد. قوموا لا، اعملوا غمض عينك. المفاجأة. يا ابني غمض غمض عينك. عينك عشان هتستلمها بإيدك. حط والله ايدك والله. كده. اعمل ايدك كده. ايه ده يا اسطى؟ غمض 3 عينك. 2 غمض ده عشان والله يدان. يا ريت محدش يحاول يجرب حاجه من اللي انا عملتها في الفيديو ده، عشان الحاجه دي انا دارسها ومخطط لكل حاجه هتحصل. ويا ريت ما ترميش نعمه ربنا في الارض، عشان الحاجه اللي انا جايبها دي كانت بايظه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه عايزكم بقى كلكم ما تستغربوش من اللي انا هعمله النهارده في احمد اخويا، لان انا النهارده هنتقم واللي هيساعدني في الانتقام ده ايوه هو بابا المره دي اول مره يشاركني في حاجه زي كده، وحاجه عنيفه شويه. فعايزك بقى اهم حاجه ان انت تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل بقى بسرعه تعمل لايك للفيديو ده، عشان الفيديو المقلب ده دمار الدمار حرفيا. بص بقى انا هرسيكوا على اللي هيحصل، سكه هرسيكوا على اللي هيحصل. اللي هيحصل ايه كالتالي: ان احمد اخويا عيد ميلاده كان من يومين، تمام؟ وانتوا فاكرين ساعه عيد ميلاده لما عمل فيها المقلب ان حسابي اتبند معاه وبتاع، وانا حرفيا والله العظيم اتخضيت بجد، والموضوع كان بجد مش هزار. فالنهارده بقى هنرد له المقلب ده بضعف اللي هو عمله لي ساعه المقلب بتاع البان بتاعي. فعايزكم بقى ان انتوا تساعدوني في المقلب ده، وعايزكم ان انتوا تكملوا الفيديو للاخر، وعايزكم ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده، عشان حرفيا اكون مبسوط قوي وانتوا بتشاركوني اللحظات الجامده دي. النهارده يا جدعان هنزل دلوقتي، المفروض بقى عيد ميلاد وبتاع، هجيب له تورته. بس التورته اللي انا هجيبها مش هتبقى واحده، هجيب له 2. واحده هتبقى من مكان كويس قوي، مش هقول على مكانه عشان طبعا ما يتعملوش اعلان وكده، هتبقى غاليه شويه. وهجيب له حرفيا اقل واعفن تورته في العالم كله دلوقتي. الاول بابا مش هنا، مش في البيت، فهو بابا بره، تمام؟ هرن على بابا عشان هو اللي معايا في المقلب، هنقول له يجهز لنا التورته المعفنه قوي اللي هو ب 30 40 جنيه اي حاجه. بص لو لا بلاش ياخدها. بابا جرز، يا رب استر ويساعدني، ما يبقاش ما يبقاش عامل فيها من بنها. رد يا بابا. يا حوده يا بابا حبيبي. انت فين؟ انت اجيب لك ايه وانا جاي؟ انت فين بس؟ انا في النادي. طب بقول لك ايه، هتعدي على اي محل حلويات، هات لي فيه منه اوسخ تورته في الدنيا. ماشي. انت عارف ليه؟ ايوه، ما زي ما انت قلت لي قلت لك ايه؟ بتاع موضوع احمد. ايوه انا دلوقتي نازل اجيب له التورته الغاليه، فانت بقى روح هات له التورته المعفنه. طب انت رايح فين؟ انا هجيبها بقى من مكان ما بقى ما هجيبها يا بابا. قول له تخش المحل كده، قول له انا عايز انتن تورته عندكم. ماشي. ماشي، ب 30 جنيه بقى، ب 20 جنيه ببلاش، خدها. ايه 60؟ ايه؟ 60. هات اي حاجه يا بابا، فاهم؟ هات له اي حاجه وان شاء الله المقلب يمشي على خير. ماشي يا حبيبي. بس انت هتساعدني في الموضوع ده. خلاص ماشي، انا اللي هضربها لك فيه. لا انا اللي هضربها. ماشي لما تيجي. سلام كده يا جدعان، تمام؟ وبابا اتظبط واترشى وبقى كله زي الفل. فانتوا فهمتوا الموضوع، اننا هنعمل له عيد ميلاد وهابي بيرث داي تو يو احمد اخويا وبتاع، وكل سنه وانت طيب، وهنروح ملبسها له في وش، وانتوا هتشوفوا. مش عايزين نحرق بقى حاجه بقى. وتاني حاجه ان احنا برضو المفروض انا عندي هنا علبه ايفون، تمام؟ عندي علبه ايفون، فعلبه الايفون دي انا هاخدها، اوكي؟ وهروح اظبطها عند بتاع الموبايلات واقول له ان انا جبت له هديه، وبرضه يتفاجئ ان هي مش ايفون. ده ممكن يموت. بقول لكم يا جدعان يلا بينا عشان ننزل نجيب الحاجه، عشان ما نتاخرش، عشان الساعه دلوقتي 10:15، اتاخرنا خالص يعني. فيلا بينا. انا رحت في مكان اول ما لقيتش، فنزلت في مكان تاني. والله الاقي عنده. قفلته ولا فيه؟ الحمد لله لقيت يعني. طبعا يا جدعان انا جبت الحاجه خلاص، بس برضه مش هظهر اسم المكان يعني زي ما انتم عارفين، بس الحمد لله ضامن يعني. طبعا يا جدعان انا لسه دلوقتي جاي، زي ما انتم ما تابعتوا طبعا، كنا جاي في الطريق وبصور وكده وبشتري التورته. دي التورته اللي انا جبتها اهي، دي اللي هي الغاليه شويه، فاهمين؟ جبت له اللي هو 18 عيد، احطها له هنا كده. ايوه كده جامده. ودي بقى اللي هي يعني دي اردق حاجه، يعتبر بايظه ما اعرفش والله، بس فاهمين يا جدعان؟ مش عارف والله. دي اردق حاجه في المحل اللي انا جبت منه.
بس يا جدعان يعني محدش يعمل اللي احنا هنعمله النهارده، محدش يعمله ولا يفكر يجي بباله اللي هو يعمل حاجه زي كده، لان الحاجه دي يعني انا عارف ايه اللي هيحصل لها وايه اللي هيتم وايه العواقب اللي هتتم فيها. بس فالحاجه التورته انا مش قصدي ان انا اهين حاجه يعني نعمه ربنا خالص خالص والله العظيم يا جدعان. دي الحاجه دي يعتبر بايظه، الشوكولاته او البتاعه دي تعتبر الساعه 12 يعني خلاص هتبيته وهتبوظ وكده، فاديها لي بسعر قليل قوي 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 يعني يكاد يكون اقل من 2 3 دولار كمان. ودي بقى طبعا اللي هي غاليه اوكي، فدي هنفاجئوا بيها ودي همتصها اي تيجي زي ما تيجي بقى. وكمان بقى يا جدعان جايب له مفاجاه ايفون 13 برو اكس فاكس. بس بقى لو فتحنا اللي جوه هنلاقي تليفون يعني نوكيا. بس اللي هيساعدني في الموضوع ده بابا، فان شاء الله بابا يظبط معايا الدنيا وما يبوظش الدنيا خالص، ان شاء الله يظبطها باذن الله. فهنجهز بقى الدنيا يا جدعان والنادي الاحمد وهشغل له، ده انا هشغل له هابي بيرثداي تو يو شات شات شات، ده انا هدلع له الدنيا. ماشي يا جدعان تابعوا معايا الدنيا بقى. طبعا يا جدعان انا مع المدبر الثاني بابا، هو اللي مساعدني الصراحه، بس فهو هيمسك لي الكاميرا وانا ان شاء الله اللي هدبر بقى الدنيا. بس عايزك بقى تظبط الدنيا بالله وتجيبها وانا بلطشها في وشه كده، لان انا عندي معالي كده انتقام الناس عارفاه، فانا لازم اخد حق يا كوتش. ماشي يا كوتش؟ عايزكم بقى كل سنه وانت طيب يا هنفرح احنا احنا عاملين له مفاجاه. هنلبسه في الاول يا جدعان. هفرش ده على الارض عشان ماما ما تشلوحنيش. من داخل كواليس غرفه التدابير. ايوه عشان بس ايه ما الدنيا ما تبص. هنضطر ندخل احمد كده وانا هصور من هنا. بالله عليك يا بابا اظبطها. يلا بيزو عيد ميلاد سعيد. كان شغل الاغنيه هابي بيرثداي تو يو كتر هابي بيرثداي تو يو شات 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 هابي بيرثداي تو يو بس ايه استنى بس اشيل ده انا محتاج 700 جنيه يا ابني الحبوب عادي. واحد اثنين دودي استنى دوق يا ابن المحظوظ انت الوحيد اللي هتدوق. اول واحد. المفاجأة التانية بقى استنى. لا استنى مش هوريهم المفاجأة التانية دلوقتي. ادي غمض بس ووريهم المفاجأة التانية. المفاجأة التانية دلوقتي ولا لا؟ هتعمل ايه؟ لا مفاجأة تانية. هطلع له دلوقتي؟ لا ده يغمض الاول عشان تبقى مفاجأة. استنى بس اقفل الاجانب. مش عارف ايه. بص هو في مفاجأة هنا. تمام في مفاجأتين. تمام. عايز تاخد اي مفاجأة انا عشان اخاف من دي. لا دي انت دي بتاعتك امسك. هات الشمع. يا هابي بيرثداي تو يو. الشمع هات الشمع من جوه. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا أوي. طويل مش باينة يا أحمد مش باينة. طب غمض يا أحمد النبي بص هنطلع الاثنين مع بعض. عايز المفاجأة الأولى ولا الثانية؟ هنطلع الاثنين مع بعض. واحد اثنين امسك ايدك جوه كده. واحد اثنين بس شيل ايدك مو عملوا المفاجأة. غمض عينك. واحد غمض عينك اثنين بجد. مو لا، عملوا غمض عينك. المفاجأة. يا ابني غمض غمض عينك. عينك عشان تستلمها بإيدك. حط والله ايدك ما تحت اعمل ايدك كده. ايه ده يا اسطى؟ حط 3 غمض ده عشان والله اداني. وصلي صلي صلي على النبي صلي مبروك يا احمد. جميلة والله. الله عليك يا حبيب والديك والباب اتوسخ ما بين ايديك. اوعى عمك تخش. محدش منضف راس الفن الا انا. امسك بقى انا عايز ادوق. والله جميلة. اعملها على وش. سنة حلوة يا عبيد. ضمنا شات 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 شات. لا بس ما تخبطش في وشي بس اهدى بس. ابو التورته. لا ما انت خلاص انت كلتها. ولا وشك على ايدي وشك على ايدي خد. شكلك في الارض. هات لي منديل يا حبيبي. انت عارف انا عملت كده ليه؟ فاكر الاكونت؟ انتوا متفقين؟ فاكر. انا وهو استنى بس يا جدعان هنلم الحاجات اللي على الارض دي عشان ما ينفعش ندوس على التورته عشان حرام. سؤال بس للكابتن احمد، ايه شعورك الحاجه طعمها حلو ولا لا؟ ايه رايك؟ بس كده
انت بتعمل ايه؟ لا ده انا همس عليه. لا اهدى، ما تبهدلنيش، ما تبهدلنيش، حطها هنا عشان حرام بجد. انا لما بايدك جدعان هنلم الدنيا دي ونرجع تاني. طب يا جدعان خلاص مسحنا الارض والدنيا عشان بس الحاجه اللي كانت اللي اتبهدلت دي. بس زي ما انا ما قلت يا جدعان، ما حدش يعمل الحاجه اللي انا عملتها دي. انا كنت جايب حاجه بايظه، حاجه لا تصلح للاكل اصلا. يعني الحاجه دي انا جايبها الساعه 12 بالليل، يعني الحاجات دي بتترمي، يعني الحاجات دي بتترمي خلاص بقى، اصل ما ينفعش تتاكل تاني يوم عند الحلواني والكلام من ده. فانا خدتها منه وهي مش هتصلح للاكل تاني، يعني معموله اعتقد من امبارح باين اول مش عارف، بس هي اداها لي قال لي خدها خلاص يعني اعمل بقى. هو اول ما قلت له عايز حاجه ما تتاكلش، قال لي هتعمل بقى تغصها في وش حد، قلت له اه اداها لي. فبس انا عشان ما حدش يقول لي دي نعمه ربنا يا جدعان، انا عارف وعارف ان انت حرام ترمي نعمه ربنا في الارض. اوعى تعمل اللي انا عملته ده. الحاجه دي زي ما قلت لك بايظه، الحاجه دي بايظه واتعملت لغرض المقلب فقط لا غير. لكن نعمه ربنا دي محدش يقدر يرميها او لانها ممكن تزول في يوم من الايام، وربنا يا رب ما تزول من وش حد خالص ولا يحرم حد من الحاجه دي. تمام يا جدعان، فهنناديله بقى دلوقتي عشان نفاجئه بالمفاجاه الثانيه، ان هي التورته بقى الاصليه المفروض ونرضيه بقى عشان هو زعل الصراحه، عشان المقلب ده كان تقيل عليه قوي، اتبهدل يا عيني الواد الغلبان. بس ايه رايك في المقلب؟ لو انت المقلب عجبك انزل اضغط اللايك المتين، وانزل قول لي تحت في الكومنتات اللي هو عجبك عشان نعمل منه اجمد كمان الفتره الجايه. واوريه الايفون ولا لا؟ اوريه الايفون اللي انا جايبه له ولا لا؟ مش عارف. اوريه له يا جدعان، نوريه له. تشوف المفاجاه الثانيه ولا؟ بقول لك انا مش مطمن لك. انا مش مطمن له تاني. وانت هو كنت عارف ان هو يعمل فيها كده وساكت؟ يا بابا عيب. لا والله لا. لا ديت 18 سنه. صوم طيب يا احمد. طيب انا والله مش عارف يعني. ده يعني اول سنه واحد يفرح بيها. birthday to you تشات 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 happy birthday to you. مبسوط؟ والله طبعا دي اول سنه افرح بيها طبعا بخروج بابا يعني معانا، والواحد والله مبسوط طبعا بالهديه دي. الواحد عيد ميلاده السنه اللي فاتت كان لوحده يعني، ما كانش عمل عيد ميلاد اصلا، فاكيد يعني الواحد مبسوط بدي، وانا مش عارف اقول لهم ايه والله بجد. راضي؟ اكيد يعني حد مش هيبقى راضي. انا مش عارف. المفاجاه الثالثه. جاهز؟ استنى نور في ايه؟ هتضرب ولا ايه؟ جاهز؟ هيضرب صح؟ لا الكرتونه. كرتون ايه وربنا فيها موبايل وربنا فيها موبايل. جاهز؟ جاهز. مبسوط. تعالى يا حبيبي افتح البتاع دي. جاهز؟ مبسوط؟ اكيد طبعا. 1 2 بابا ايفون الفراعنه. والله جامد. ايوه ايفون الفراعنه. لا انفخ دي. كل سنه طيب. بس يا جدعان خلاص بقى، هو انت بس جامد أوي. صورنا الفيديو خلاص. بيقول له التورته اللي انا عملتها في الاول دي بايظه، محدش يعملها، دي نعمه ربنا ما تتصاش في وش حد تجيب تعمل. انا حرفيا انا وربنا ما توقعت اي حاجه من دي اصلا. انا نايم جوه لقيت اللي بيصحيني بيقول لي تعالى كلم بابا، والله بجد ولا خدت بالي اصلا بكل ده. لا كل سنه طيب يا احمد. وانت طيب يا بابا. ورب عقبال 100,000 سنه، يا رب واشوفك كده نجم من نجوم الكره. بقول لك يا خلي ماما مستقبل تقطع في عنك. التعليم عالي قوي سلام. قوي زي اخوك محمود كده. تمت المهمه بنجاح زي ما انا خططت لها. يا لهوي بصوا يا جدعان بجد والله يعني مش عارف يعني. شكرا لكل الناس اللي ادتني الفكره دي. في ناس كتير ادتني الفكره دي في الكومنت قريتها، وشكرا لبابا جدا ان هو ساعدني في الفكره دي برضه، ان انا اعملها ازاي وانفذها ازاي، وهو اللي صور. والمعلم اللي لبس التورته. احب اقول لكم ان دي البدايه بقى. هو بداية على نهايه. لا بداية ايه؟ هو ما دي بتدي دي بدايه المقالب مني ليكم. وربنا يا جدعان اقسم بالله ده هو اللي بدا. انا حوار اكونت، حوار الاكونت ده انت اللي بادئ طب بيه. ده اكونت مننا كده. لكن البس تورته في وشي. ايه يعني تلبس تورته في وشك؟ هو انت وشك ده جاي من كوالالمبور؟ ماشي حلو قوي. واحب اشكرك يا محمود على المفاجاه. بس رايك في الايفون بالله عليك والله العظيم يا جدعان جايب في الموبايل ده يا جدعان حرفيا ما بيشتغلش. ما بيشتغلش بجد. محتاج بطاريه ومش لاقي له بطاريه. فلو حد عايز يا جدعان ان شاء الله يكلمنا ويدفع هو مصاريف الشحن، لانه مصاريف الشحن اغلى من الموبايل. بس اتمنى تكونوا انبسطتوا يا جدعان. اتمنى تكونوا انبسطتوا في رحله المقالب الجديده دي اللي بدات في القناه. وان شاء الله بدانا ننقل من بابجي شويه عشان الناس بدات ان هم
انتوا عارفين بابجي انتهت خلاص. بس لو الفيديو بقى عجبك اتمنى تنزل تعمل لايك وتعمل اشتراك وتفعل الجرس وتنزل تكتب لي تحت في الكومنتات ان هو عجبك. وتقيل جاي، ودي البدايه ولست النهايه. وصدقني يا احمد ده انا انت تميت ال 18 صح؟ انت مش هخليك تلحق تكمل 19. يعني بس بقى يعني. الفيديو ده عشان في كلام تاني. هتاكل ايه؟ هتاكل التورته بتاعتك. ما انا هخش اقولها بصراحه فعلا. يلا يا جدعان اشوفكم على خير، اشوفكم يريني كراكم سلام.